اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج نفحات شهر رمضان. موضوع حلقتنا النهارده عن احترام الاهل في رمضان. في شهر رمضان احنا فعلا بنصوم عن الاكل والشرب، بس في ناس كتير بتنسى تصوم عن العصبيه وقله الادب. والدتك تعبانه طول اليوم، واقفه بتطبخ وبتروق الشقه وبتجهز لكم الفطار، بتستنى الاذان عشان تحضر الفطار، واقل كلمه منك ممكن تزعلها. ابوك راجع مرهق وتعبان من شغله، وانت مستني منه انه يجيب لك كل حاجه، بس هو مستني منك حاجه واحده وكلمه بسيطه زي ربنا يخليك لينا. صدقني هتهون عليه تعب اليوم كله. شهر رمضان مش بس قيام وقرآن، رمضان كمان هو صوت واطي ورد محترم، صبر على الكلمة وابتسامة في وش أهلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. يعني طريقك للجنة ممكن يكون في حاجة بسيطة عملتها، زي انك شلت الطبق اللي كلت فيه، او كلمة قلتها لوالدتك او والدك حلوة، او تسكت وما تقولش اي كلمة ممكن تسبب زعل. لو انت صايم وخدت بالك من صلاتك بس نسيت حاجة مهمة جدا، وهي انك تحترم اهلك، انصحك تراجع نفسك، لان في عباده ناقصه. شهر رمضان ده فرصه انك تصلح فيه مش تكمل غلط. والنصيحه بتاعت حلقتنا النهارده: قبل ما الاذان ياذن اسال نفسك سؤال واحد بس: اخر مره انت كسبت رضا اهلك كانت امتى؟ مش لازم تكون حاجه كبيره، ممكن كلمه حلوه، اعتذار صادق، ايد تتباس، او حتى سكوت بدل رد جارح. جرب النهارده، يمكن الدعوه اللي هتطلع من قلب امك هي اللي تغير لك كل اللي جاي. شهر رمضان مش اختبار صيام، شهر رمضان هو اختبار قلوب. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من برنامج نفحات شهر رمضان.